طاولة من عالم ثاني. Ladies and gentlemen، هذه الطاولة مش حتقدر تغمض عينيك. شفيني قلبت صعيدي. شباب، معكم محمد عرب سنيك. اليوم طاولة يوريكا ديسك. اولا شكرا يوريكا ديسك، شكرا موقع بلينك بي اتش، فارسلوا لي هذه الطاولة بصراحة الخرافية. يمكن انا مو من محبين الطاولات الجيمنج اللي يسوونهم الشركات، افضل اخذ لي اثاث واعدل عليه مثلا من ايكيا ولا كذي شيء يتناسب مع السيت اب عندي. بس بصراحه هذه الطاوله ارسلوها لي قبل لا يرسلونها، رووني اياها وعجبت بها بصراحه من ناحيه الاي دي والليتات الار جي بي اللي فيها. اغلبكم يعرف اني انا واحد محب حق هالسوالف، خصوصا الاضاءات كما تشوفون النانو ليف. ف يب، طاولة يوريكا ديسك. طبعا هذه الطاولة طولها 110 سنتيمتر و10 سنتي، فحجم الطاولة انه ما ينفع تخلي عليها البي سي وشاشتك، صعب بتصير زحمة بالطاولة. يفضل ان انت تخلي المونيتر والشاشة والكيبورد والماوس وكذي، والبي سي تشوف لك مكان تخليه. اما اذا انت لاعب كونسل تخلي شاشتك وجهازك البلاي ستيشن او الاكس بوكس، فالطاوله تكفي حق هالموضوع. وحاطين هذا الستاند الحلو بصراحه اللي فيه يو اس بي، وتقدر تحط اشرطتك اللي تلعبها، والسماعه نفس الشيء اذا تبي تخليها هني، مع ان هني فيه فتحه ثانيه حق السماعه. ف يا الرابع، ترى اللي بيشتري الطاولة سعرها 1000 ريال، 100 دينار بحريني، بس في كود خصم باسمي 7MD في موقع ايس جيمز. وقت اللي بتشتري تخلي ذي الكود وراح يصير لك خصم 10%، تطلع عليك 900 ريال او 90 دينار بحريني. اذا انت من البحرين طبعا بيركبونها لك بيوصلونها، واذا انت من السعودية في شحن وفي مبلغ للشحن طبعا، شيء طبيعي. اني حق الطاولة، مواصفات الطاولة بصراحة خرافية. الاضاءة اللي فيها ترى شيء ابداعي. يعني اذا في التصوير الطاولة ما عجبتك اضاءتها في التصوير، فيمكن التصوير ظالمها، لان في الطبيعة الطاولة اضاءتها ما عليها كلام 100%. طبعا في البداية ظنيت انه ما في مجال تغير افكتات الطاولة لان ما فيها ازرار وكذي، عقب اكتشفت انه لازم تحمل الابليكيشن مالهم في الموبايل، وعندك الافكتات من هني للسنة الجاية، افكتات على كيفك. وحتى فيها مود ان انت تخليه على صوت اللابتوب او البي سي او اللي هو توصلها بالصوت، واير الصوت، وعقبها الاضاءة بتتغير على حسب الصوت اللي يطلع من جهازك. طبعا عندك مكان علشان تخلي اللي هو الكوب او الشراب المفضل اللي عندك. حق السماعة هني، معنا يصير تخلي حتى سماعتين. طبعا عيب الطاولة الوحيد بالنسبة لي، او عيبين يعني بسيطين لكنه شيء طبيعي، لانه من فوق جزاز تمبرد جلاس، مو اي جزاز، مو بسهولة ينكسر. التمبرد جلاس هو يكون مقاوم للكسر، فالطبعات راح تصير، خصوصا ان لونها اسود وكذي، بتصير طبعات فتمشها وتروح، شيء طبيعي. كنت اتمنى شوي حجمها اكبر من كذي، يعني للاسف 110 سنتي، يعني على الاقل 140.
او 160. بس في ناس تبي هاي الحجم، قرافهم تكون صغيرة، ما عندهم مكان حق طاولات عودة، فبيناسبهم هاي الحجم. طبعا طاولة اللون الأسود، حاطين لك الماوس باد بعد هني. إضاءات، عندك التحكم بالإضاءات مثل ما تبي على كيفك، وفي إفكتات وايد، في تحس كأنه دوت قاعد يمشي في الطاولة كذي، تمشي الإضاءة، في إضاءات غريبة عجيبة، تختار ألوان محددة تبيها في الإضاءة، فهالشي راجع له التحكم بالإضاءة من A to Z عندك في الموبايل من خلال أبليكيشنهم. كل اللي عليك القطعة اللي حاطينها بالطاولة، تنسخ الكود، تفتح الكاميرا في الايفون وراح ياخذ الكود الباركود ويدخلك على الابليكيشن، تحمله وامورك طيبه، وتشبك بالبلوتوث. للامانه استخدامي للبرنامج ما واجهت لاج بتاتا، يعني البرنامج مضبوط، اشتغال البرنامج بشكل احترافي بصراحه، ما في اي لاج ولا بطء ولا يعلق ولا شيء. طبعا الطاولة من تحت والفريم مالها والهيكل مال الطاولة كامل صاير حديد، فكواليتي قوي وجبار. طبعا تحت في الريل في قربات وكذي، مع انه انا استخدم زولية يعني، فالطاولة شيء طبيعي ما راح تتحرك عندي، بس حتى اعتقد على ارض مثلا قاشي ولا كذي بعد ما راح تتحرك بسهولة، لان اوريدي الطاولة ثقيلة، جزاز حديد وقربات، فصعب الطاولة تتحرك. طبعا الماوس باد اللي حاطينه الكواليتي ماله حلو وملمسه حلو، ويبين مو اي ماوس باد، مو ماوس باد تشيب ولا بطقه مثل ما نقول، لا الماوس باد شيء حلو ممتاز، بس الوانه صايره ما شلون اسود واحمر، والطاوله RGB، يعني كنت اتمنى الماوس باد حطوه في RGB يا اخي، ليش؟ بس يلا هذا اللي موجود، على الاقل ماوس باد موجود احسن مو موجود. بس تعال طبعنا كذي نبي كل شيء. فلو حطينا هاي الماوس باد RGB ف بيرفكشن. طبعا انا الطاوله هاي تقييمي لها او درجه تقييم مالتي 10 من 10 للامانه، لانه ما شفت فيها عيب، يعني حجمها انت بتكون عارف حجمها قبل لا تشتريها، فهاي ما يعتبر عيب. اما تقييمك للطاوله من حيث عيوب ولا اشياء تواجهها، لا ما فيها اي عيب. طاوله ارتفاعها انت ما راح تقدر تتحكم في الارتفاع، يعني في طاولات بعضهم تقدر تتحكم بارتفاعهم، هذه الطاوله ارتفاعها صاير ثابت. طبعا حاطين لك من تحت تري عشان الكيبل مانجمنت، وما ادراك مال كيبل مانجمنت، تخلي في الكيبلات مالتك، في فراغات وايد تحت صايره، يمديك تعدل وتشبك الوايرات والكيابل عشان بحيث ما يبينون لك من تحت. كل الموضوع سهل يعني من خلال كيبل مانجمنت، تحتاج بس شويه ادوات حق الكيبل مانجمنت وامورك طيبه. فهذه الفيديو باختصار طال عمرك، طاولة جيمنج من عالم ثاني بصراحة. وصلنا نهاية المقطع، إذا عجبتك الطاولة، عجبك كود الخصم، عجبك المحتوى، لا تنسى لايك سبسكرايب شير، ونشوفكم فيديو ثاني. سلام.